السلام عليكم. وصفة النهاردة بقى حاجة كده في منتهى اللذاذة. هنعمل مع بعض النهاردة فطاير، بس مش أي فطاير، هنعمل فطاير تحفة حلوة جدا لذيذة جدا. عجينة هشة زي القطن. هنعملها بقى بحشوة حلوة قوي، تقدري تعملي بحشوات مختلفة مناسبة جدا بقى لو انتي خارجة كده وعايزة تاخدي حاجة سريعة معاكي في الرحلات بقى كده والمصايف. تنفع جدا لانش بوكس المدرسة لو انتي بتروحي الشغل كده وعايزة تاخدي حاجة خفيفة وسريعة معاكي. حلوة جدا للفطار الصبح وللعشاء. بصوا، هي الوصفة قمر وتستاهل بجد ان انتوا تجربوها، لان العجينة فعلا مميزة. اتمنى ان انتوا تجربوها. يلا كده نشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، وقبل ما نبدأ كده الوصفة نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجة عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، حوالي 800 جرام من الدقيق. الكوباية 200 جرام. تمام. اهم حاجة هتعايري المقادير كلها بكوباية واحدة. عندي كوباية حليب، كوباية لبن رايب، نص كوباية مية دافية، معلقتين كبار كده من الزبدة، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبيضة، ربع كوباية زيت، 3 معالق كبار من السكر، وعندي هنا رشة ملح. اهم حاجة المقادير كلها زي ما اتفقنا تتعاير كلها بكوبايه واحده، وهسيب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف. طبق عميق بقى كده، وهننزل بالميه، الميه تكون دافيه ما تكونش سخنه علشان ما تقتلش الخميره. وهننزل بقى هنا بالسكر، الخميره. هنقلبهم بقى كويس جدا كده ونسيبهم حوالي 10 دقايق كده الخميره تنشط وتتفاعل، عشان نتاكد طبعا من جوده الخميره بتاعتنا. وبعدين هننزل عليها كده بكوبايه الحليب، اللبن الرايب. تقدري تستخدمي طبعا كوبايتين حليب، تقدري تستخدمي كوبايتين لبن رايب. هننزل بالزيت، وعندي هنا البيضة انا فصلت البياض عن الصفار، هننزل كده بالبياض وهنستخدم الصفار دلوقتي. هنخلط بقى المكونات كلها كده مع بعض، وهننزل الدقيق دي طبعا انا نخلاه قبل ما استخدم قبل ما اشتغل بيه في الوصفة. عليه بقى معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر ورشة الملح. تحاولي بقى تقلبي كده المقادير الجافة كده مع بعض قبل ما تخلطيهم في العجينة، وتعجني بقى سواء بايديكي سواء بالعجان. اهم حاجة هنعجن العجينة كويس جدا. وانت بتعجني بقى كده تشربي اول حاجه تشربي كده الدقيق بالسوائل، يعني اول ما الدقيق يبدا يختفي معاكي تبداي بقى كده تلمي العجينه وتعجنيها كويس جدا. وتشوفي طبعا العجينه احتاجت ميه معاكي او ما احتاجتش او احتاجت معلقه دقيق. انا هنا ما استخدمتش اي حاجه، المقادير مظبوطه جدا. وبعد ما اتلمت العجينه كده وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده، تنزلي عليها بالزبده. الزبده طبعا تكون بدرجه حراره المطبخ. عايزه اقول لكم بقى اضافه الزبده في المرحله ديت بتديها هشاشه حلوه جدا، بتخلي العجينه مورقه جدا. يعني حد يقول لي طب ممكن تضيفي الزبده في الاول وانت بتعجني، بصراحه بتفرق جدا. اما بتعمليها كده بعد ما بتعجني العجينه بتحطي معلقتين الزبده، بيفرقوا جدا في الوصفه في الاخر. وما تقلقيش خالص، اول ما بتحطي الزبده بتحسي ان العجينه كده سيبت معاكي او سابت معاكي. اوعي تضيفي اي دقيق في المرحله دي، هي بترجع تلم تاني وبتبقى مظبوطه جدا وقوامها ناعم جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عايزه العجينه كده متماسكه، مش عايزاها آه، طريه. وهنسيبها بقى تخمر كده ونعمل مع بعض الحشوه الحلوه قوي. انا عندي هنا هستخدم النهارده في الحشوه جبنه قريش ومعلقتين كده من الجبنه الموتزاريلا. طبعا تقدري الحشوه بقى ديت براحتك، اي حاجه متوفره عندك تقدري تستخدميها. اي نوع جبنه بقى، لو عندك كده بواقي جبنه في التلاجة تقدري تستخدميها. ما تتأيديش طبعا باي حاجه. عندي هنا معلقتين كبار، بضيف لها معلقتين كبار كده من زيت الزيتون. عندي هنا حبايه من الفلفل الاحمر كده هضيفها. تقدري برضو تستخدمي فلفل الوان. وهنا رشه من الملح. تقدري بقى تستخدمي لانشون، بسطرمه، اي حاجه انتي حابه تضيفيها في الحشوه هتنفع جدا النهارده. وكده انا عملتها بحشوه الجبنه القريش، وعندي العجينه ما شاء الله اختمرت وحجمها تضاعف. وطبعا وقت الاختمار ده على حسب حراره الجو عندك. هنشيلها بقى كده وهننزل بيها على الرخامه، وهنقسمها كده لجزئين. رشه دقيق بقى كده وهنفرد العجينه. ما شاء الله العجينه مرتاحه كويس جدا، علشان كده بتتفرد بكل سهوله. وانتي بتفردي بقى اي عجينه كده تفردي من جوه لبره.
وهنا انا بقطعها بقى كده على شكل مستطيل، بشيل الزوايد، والزوايد هنرجع نستخدمها مرة تانية، واقطعها كده بالسكينة. الحجم ده حلو جدا بقى ومناسب جدا واسهل بكتير من ان انتي تقطعيها كده وتحشي واحدة بواحدة. وعندي بقى هنا الحشوة هننزل بيها على العجينة، وهنلف بقى كده الفطاير بتاعتنا رول. العجينة ما شاء الله حلوة جدا، وفي الاخر بتديكي نتيجة ممتازة. وتقفلي بقى العجينة علشان الحشوة ما تخرجش منك. اظن مفيش اسهل ولا اروع من كده، سهلة جدا وبسيطة. وسندوتشات بقى سهلة كده منه فيه يعني، حلوة جدا. تقدري بقى تبدعي بقى كده في الحشوة اللي انت هتحطيها فيها. اهم حاجة هتقفليها كويس جدا. وعندي بقى هنا الصينية اللي هشتغل فيها ممسوحة مسح خفيف خالص من الزيت. وهنرص بقى كده الفطاير، وتراعي ان الجزء كده اللي انت مقفلة يكون تحت على الصينية. وهنغطيها كده بكيس وهنسيبها بقى تختمر للمرة التانية. عندي هنا بقى صفار البيضة، هنزل عليه معلقتين كبار من الحليب ورشة فانيليا. الناس اللي ما بتحبش تستخدم البيض تقدري تستغني عنه، تستخدمي قهوة سريعة الذوبان، مع دوبيها كده في معلقتين لبن، هيديكي نفس النتيجة. وهندهن بقى كده وش الفطاير. ما شاء الله بعد ما اختمرت كده للمرة التانية حجمها تضاعف. انا طبعا كنت عملت النص التاني من العجينة، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. وبعد ما دهنتها كويس جدا بقى، عندي هنا السمسم كده هنرش عليها سمسم، حابة تحطي حبة البركة. على فكرة العجينة النهاردة تقدري تستخدميها حلو وحادق، تقدري تحشيها نوتيلا او مربى وهتبقى حلوة جدا. وعلى الفرن بقى، الفرن يكون سخن من تحت ومن فوق. ما بتاخدش حوالي ربع ساعة كده في الفرن وتطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى هنا قطعة زبدة كده بلمع بيها الوش، والخطوة دي طبعا اختيارية. اهم حاجة هتحطي الزبدة وهي سخنة، تديها لمعة حلوة جدا. وهتسيبيها بقى كده تهدى. وبعدين هتخرجي الفطاير، ما شاء الله حاجة كده في منتهى اللذاذة، تحفة. تقدري تحتفظي بيها في الفريزر طبعا. هشة جدا زي القطن وطرية جدا وطعمها حلو قوي. بجد اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة النهاردة بطريقتي، وهستنى رأيكم بقى في الكومنتات. وانتظروني في فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.